أكد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك أن مبدأ الوحدة الترابية يعد مقدسا بالنسبة للبلدان العريقة على غرار المغرب، المملكة التي يمتد تاريخها لأزيد من 1000 عام. وليس الأمر كذلك بالنسبة لدولة مثل الجزائر التي تم إنشاؤها قبل 60 عاما فقط. وفي رده على اتهامات مغرضة وعدائية وغير ذات صلة إزاء المغرب، وجهها نظيره الجزائري خلال مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح هلال أن الوحدة الترابية مقدسة بالنسبة للبلدان التي تمتلك تاريخا وحضارة وثقافة، مشيرا إلى أن دولة مثل الجزائر التي تم تأسيسها في ستينيات القرن الماضي لا تستطيع أن تستوعب هذا المبدأ. وأوضح السفير أن القرار 1514 بشأن تقرير المصير كرس في مادته السادسة مبدأ الوحدة الترابية. وأضاف: لكنني أدرك أن أخي الجزائري لا يستطيع أن يفهم معنى مبدأ الوحدة الترابية هذا، لأن عمر بلاده لا يكاد يبلغ 60 عاما، مسجلا في المقابل أن تاريخ المغرب يمتد لقرون. وأشار هلال إلى أن الدولة المغربية موجودة منذ 12 قرنا. الدولة المغربية كان لها سفراء في البلدان الأوروبية في القرنين ال15 وال16. أين كانت الجزائر؟ لم تكن موجودة، مشددا على أن الوحدة الترابية تعد مقدسة بالنسبة للبلدان العريقة، ولا يمكن أن تستوعبها الجزائر التي تأسست في الستينيات. وردا على المحاولة السافرة للسفير الجزائري لصرف الانتباه عن مسؤولية بلاده في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، لاحظ هلال أن الدبلوماسي الجزائري أصبح خبيرا في التمويه على إفلاس المشروع الجزائري لإقامة جمهورية وهمية في الصحراء المغربية. وأكد سفير المغرب أن أسطورة مؤسسة أخرى للأجندة الانفصالية الجزائرية تكمن في التضليل، مبرزا أن الجزائر تلجأ إلى هذا التكتيك للتمويه على مسؤوليتها في قضية الصحراء المغربية وإفلاس مشروعها الكارثي المتمثل في إنشاء كيان وهمي، فضلا عن دورها في زعزعة استقرار المنطقة المغاربية.